هنعمل النهاردة اللازانيا بكل تفاصيلها ومكوناتها كمان. هنعمل اللازانيا الإيطالي باللحمة المفرومة، الأصلية اللذيذة اللي هنعملها بطريقة أحلى من أي لازانيا احنا ممكن ناكلها في أي مطعم بره. عمر المكونات بتاعتها في المطعم ما هتكون فريش لأنها بتاخد وقت، فطبيعي تكون جاهزة، فطبعا مش بيكون طعمها حلو ولا مضمونة زي اللي بنعملها في البيت. هنعملها كمان من غير ما هنسلق اللازانيا. احنا كنا الأول زمان بنسلقها، دلوقتي لأ، ما عدناش بنسلقها ولا حاجة. هنعمل مكوناتها بطريقة تخليها تستوي كويس جدا من غير ما تتسلق. هنعرف طريقة اللحمة المفرومة بتاعتها وحتى صوص البشاميل كمان، وهنعرف دلوقتي ازاي. اول حاجة هنبدأ باللحمة شوية علشان هي فيها خضار كتير وبتاخد وقت. هنزل بشوية زيت في طاسة سخنة، وهسيبهم لحد لما الزيت هيسخن شوية. هروح نازلة بقى ببصلتين مفرومين فرم ناعم في الكبة. يعني هنفرمهم فرم ناعم خالص في الكبة كده او في محضرة الطعام. وبعد كده هنحطهم على الزيت السخن ده ونفضل نقلب يعني شويه بشويه لحد لما يعني يتبلوا او ياخدوا لون. وبعد كده هبتدي اجهز جزرتين مبشورين. اللازانيا بتحتاج خضار كتير، بتحتاج صوص كتير في اللحمه عشان هو اللي هيسويها، بتحتاج صلصه وطماطم وحاجات كتير، يعني بتبقى غرقانه صوص كده، مش بتبقى زي اللحمه لحمتها مش بتكون زي لحمه المكرونه البشاميل، لا بتبقى يعني فيها صوص شويه. بعد كده هنزل بنص كيلو او اقل شويه من اللحمه المفرومه على الجزر والبصل، وهنقلبهم كده يعني شويه مع بعض. والتوابل بتاعتها بس بتكون ملح وفلفل وشويه قرفه او توابل لحمه، يعني يا قرفه يا توابل لحمه زي ما انتوا عايزين. احنا عارفين ان اللحمه عموما مش بنحب نحط لها توابل كتير عشان الطعم بتاعها يظهر شويه. هنقلب بقى كل المكونات كده مع بعض لحد لما يعني تتشوح شويه. وبعد كده بقى اختياري ممكن نزود عليها فص ثوم مفروم، بيديها طعم حلو جدا. عموما اللازانيا بتبقى عايزه خضار كتير، يعني ممكن كمان نبشر فلفلايه خضراء او فلفل الوان، بيبقى حلو جدا. بعد كده بقى هنزل بتقريبا كوبايه او اكتر من عصير الطماطم. يعني طماطم انا مسبكاها في البيت، او لو انتوا عصرين طماطم في الخلاط هنحطها وتتسبك وتستوي مع اللحمه. يعني مش بتفرق خالص، عادي، هي كده كده احنا هنسيبها تستوي يعني شويه. هقلب بقى صوص الطماطم كده مع اللحمه، يعني هنهدي عليها ونسيبها لحد لما تستوي خالص. وبعد كده بقى هنيجي للبشاميل بتاعها. صوص البشاميل بتاعها بيكون خفيف شويه عن البشاميل العادي، وبيكون كمان يعني مليان جبن شويه. هحط 3 معالق سمنه وهنزل عليهم ب3 معالق دقيق. حطيت 4 معالق، هحط 4 معالق دقيق، يعني الدهون قد الدقيق. هنحطهم مع بعض كده وهنقلبهم لحد ما يدوبوا، لحد ما الدقيق يعني يدوب، ومش هنيجي جنبه خالص لحد ما يطلع فقاعات كده، هنعرف ان هو خلاص كده تمام استوى. هنزل عليه ب3 كوبايات لبن، اللي انا حطيته ده تقريبا 3 كوبايات. وبعد كده بقى هنقلب كويس، وننزل بقى عليهم بالتوابل بتاعتهم، بتكون ملح وفلفل ومرقه دجاج فوريه. انا هحط يعني مرقه دجاج فوريه بس، لان هي بتكون حادقه شويه. وبعد كده هدوق في الاخر، لو حسيت انها عايزه ملح هزود. هنحط بقى كمان شويه جبن، معلقه قشطه ومعلقه جبنه سايحه، شويه جبنه رومي او شيدر، وفي الاخر خلاص احط شويه موتزاريلا. وبعد كده بقى نهدي النار كده ونقلب لحد لما الجبن تسيح كويس خالص. يعني هو عموما الصوص بتاع البشاميل ده بيحتاج جبن كتير. وبعد كده بقى لو لقيناه تقل عن العادي هنزود بقى عليه شويه لبن كمان. انا تقريبا يعني زودت كمان نص كوبايه لبن بس ما ظهرش في التصوير. هو انا كده كل المكونات بتاعتها جاهزه، اللحمه استوت خلاص، كمان البشاميل اللي استوى وخلص وسيبناه يهدى. وبعد كده بقى هنجيب علبه اللازانيا. هو احنا اصلا الطاجن اللي انا عاملاه ده مش هياخد يعني نص اللازانيا دي تقريبا. هاجي بقى احط طبقه من البشاميل تحت. طبعا اللازانيا مش مسلوقه، مش زي المكرونه، فبتبقى عايزه صوصات كتير، بتبقى عايزه بشاميل تحتها وفوقها وصوص اللحمه يكون فيه صلصه عشان تستوي كويس. هحط طبقه من البشاميل وبعد كده طبقه من اللازانيا، وبعد كده هحط كمان افرد طبقه من اللحمه. وانا بحب ازود يعني اللحمه بتاعتها، بحب ازود الجبن بتاعتها، بحب ازود كل حاجه فيها. هي بتبقى حلوه قوي قوي كده، يعني مستحيل اصلا ناكلها بره تكون بالمكونات دي. هنحط بقى طبقات زي ما احنا عايزين، مره بشاميل، مره لازانيا، ومره لحمه، عارفين بقى، مره جبنه موتزاريلا. يعني هنفضل نعمل طبقات لحد لما قبل الطاجن ما يخلص بحاجه صغيره خالص. يعني هنفضل نملى كده لحد لما نوصل لاخر الطاجن من فوق. اللازانيا بنحطها يعني الطبقات بتاعتها كده، وبعد كده نكسر من يعني لحد ما نملى الصينيه بتاعتنا. عادي خالص انها تتكسر، ما بتفرقش خالص، هي كده كده هتستوى وهتبقى يعني شرايح عادي. لما هتستوى هنسيبها تهدى وتتقطع، هتبقى عادي خالص. هنفضل بقى نحط طبقات كده من اللحمه والجبنه واللازانيا والبشاميل يعني بالتبادل كده، طبقه ورا طبقه، طبقه ورا طبقه، لحد لما هنوصل لاخر الطاجن خالص. بالضبط كده. بس طبعًا مش آخر حاجة هتكون لازانيا، آخر حاجة هتكون بشاميل وجبنة، مش هيكون اللازانيا. لازم اللازانيا يكون في النُص تحتها وفوقها سوايل عشان تستوي كويس. كمان اللازانيا المفروض نعملها ومش نسويها على طول، يعني نعملها ونسيبها مثلًا في التلاجة شوية أو برّه حتى، أو نعملها من بالليل، أو نسيبها مثلًا برّه ساعة أو ساعتين عشان هي يعني تدبل شوية بالمكونات بتاعتها.
هنحط اللحمه بعد كده، بعد ما نخلص طبقه اللحمه دي هحط بقى بقيه البشاميل كله، وممكن بقى نحط على الوش كمان اي جبن احنا بنحبها. يعني انا هي دي اخر طبقه لحمه عملتها، هنزل بقى باخر البشاميل كله بالشكل ده كده من فوق، وهفرده وهظبط الصينيه بيه. يعني هنزل بيه كله، وبعد كده بقى ممكن احط طبقه من الجبنه الموتزاريلا عليها. وضروري جدا بقى ان انا اكون مسخنه الفرن على اعلى درجه حراره. طبعا انا مش هسويها دلوقتي، هسيبها ترتاح ساعتين كده ولا حاجه، وبعد كده هروح مسخنه الفرن بقى على اعلى درجه حراره. انا مش عايزاها تاخد وقت كتير في الفرن علشان ما تنشفش، والجبن كمان ما تنشفش. يعني انا عملتها دلوقتي وهحط عليها الجبن وهغطيها وهسيبها على جنب. وقبل ما ادخلها الفرن لازم هدخلها الفرن يكون سخن قوي، عشان انا عايزاها يعني ما تنشفش في الفرن، وكمان الجبن يعني تبقى تمط معانا وما تنشفش. بنفس الشكل ده كده هظبطها، واحط بقى على الوش جبن، ممكن ارش شويه زعتر لو انتوا بتحبوها عليها. وبعد كده بقى هدخلها الفرن. لما هدخلها الفرن هدخلها يعني الفرن تكون حرارته عاليه. انا حطيتها، هي حرارته عاليه شويه بشويه. بقى لما هي هتسخن هنلاقي الصوص سواها كويس خالص. السوائل بتاعتها دي هي معتمده عليها في السويه، مش السلق بتاعها. عايزه اقول لكم انها خارجه بقى يعني حلوه جدا جدا. هي حالا خارجه من الفرن. طبعا مش مفروض خالص ان انا اقطعها دلوقتي، المفروض نستنى عليها عشان تتقطع خرط وتبقى يبقى شكلها حلو يعني. بس هي بتبقى طعمها كده حلو جدا. عايزه اقول لكم انها طالعه ريحتها تحفه، طعمها حلو جدا جدا. طعم اللحمه بتاعتها والصوص بتاع البشاميل مع المكرونه اللازانيا طعمها حلو قوي. جربوها بالطريقه دي وقولوا رايكم فيها ايه. هجيب الوراك وهشيل منها اي جلد فيها او حته من قرقوشه مثلا، او دهون زياده، وهقطعها قطع زي ما انتوا عايزين. انا عاملاها مش صغيره قوي زي الشاورما، اكبر من الشاورما شويه، وكمان مش كبيره قوي عشان برضو ما تاخدش وقت في السويه. على قد ما هنقدر هنقطعها كلها كده مكعبات، تقريبا يعني تكون المكعبات قد بعض بالظبط كده. لو انتوا عايزين تعملوها بالصدور طبعا بتكون احلى واحلى كمان، بس حسب المتوفر عندكم. يعني وراك او صدور مش هتفرق كتير. وبرده حجم تقطيعه الفراخ قطعوها زي ما انتوا عايزين، يعني ممكن تقطعوها صغيره خالص، ممكن تقطعوها كبيره زي ما انتوا عايزين. انا قطعت كميه الوراك كلها. وبعد كده هجيب طاسه سخنه واحط فيها، يعني احطها على النار واحط فيها شويه زيت، واستنى لما الزيت يسخن جدا. يعني انا مش هنزل بالفراخ غير لما يكون الزيت يعني سخن قوي، لدرجه اول ما احط الفراخ هيعمل صوت طشه كده عاليه. انا عايزه الفراخ تبقى يعني طريه من جوه، ما تفقدش السوائل بتاعتها لو اتحطت في زيت بارد. فانا هسخن الزيت قوي عشان تاخد لون يعني بسرعه، وتبقى طريه من جوه كمان لما تستوي. انا ما تبلتش الفراخ ولا حاجه، انا عملتها على طول، ويعني وهسويها على طول. هفضل بقى اقلب فيها، يعني لما احس انها اخدت لون من تحت هقلبها لحد لما تاخد لون من جميع النواحي. بمجرد ما هتاخد لون من كل ناحيه بالشكل ده كده هنحط عليها شويه توابل. هي مش قاعده ومش اساس خالص، هي اهم حاجه ملح وفلفل وثوم وبصل بودر. انا زودت من عندي شويه كركم لو انتوا حابين انها تبقى لونها اصفر. زودت شويه بابريكا مدخنه او بابريكا عاديه، بتدي طعم رهيب لو مدخنه بالذات. ممكن تزودوا اي نوع تتبيله او تشيلوها زي ما انتوا عايزين. وفي نفس الوقت حطيت حله على النار عشان اعمل اسلق المكرونه، واحط فيها شويه ملح. بمجرد ما الميه هتغلي هنزل بقى بالمكرونه. انا عملتها بسباكيتي، تقدروا تعملوها باي نوع مكرونه، ما هياش بتفرق خالص، حتى ولو المكرونه العاديه اللي احنا بناكلها. اي نوع مكرونه انتوا عايزين تعملوها بها اعملوها. هنسلق المكرونه سلق عادي جدا، زي ما بنسلقها. هي اول ما يعني ما هتطرى من تحت او هتاخد سويه من تحت، هي هتسقط كلها في الحله زي ما انتوا شايفينها كده. هنسويها تقريبا 3/4 سويه عشان ما تبقاش مهريه قوي، لان هي بتكون يعني رفيعه مش بتاخد سلق كتير زي المكرونه التانية. بمجرد ما هتتسلق هشيلها من الحله، بس هشيل كوبايه من ميه سلق المكرونه على جنب عشان انا هحتاجها في عمايل الصوص. هحط سمنه على النار، ومش هنسى الفراخ علشان يعني هنقلها على عين هاديه تكمل سويه، علشان انا كنت معليه عليها خالص. هغطي عليها، ممكن اغطيها كمان واسيبها تستوي. وبعد كده نزلت ب3 معالق سمنه، هنزل عليهم ب3 معالق دقيق. وبعد كده بقى هقلبهم واسيبهم عشان اعمل البشاميل بصوص الجبنه اللي احنا هنعمله للمكرونه. بمجرد ما لما هنلاقيه بدا يستوي كده هنزل عليه التوابل مش كتير خالص، هي مرقه فوريه، لو مش موجوده هنحط مكانها ملح وفلفل. وشويه بابريكا مدخنه، دي رهيبه في اي حاجه، يعني في اي بشاميل احنا هنحط له جبن. يعني لو بنعمل مكرونه بشاميل عاديه من غير جبنه ولا حاجه لا مش هنحطها، بس احنا بمجرد ما نحطها مع الجبن بتبقى حلوه جدا جدا. هنحمرهم شويه مع بعض، مش هنضيف اللبن غير لما الفقاعات دي تظهر، يعني دي ابتدى يستوي. هنزل تقريبا ب3 كوبايات لبن. وبعدين بقى هفضل اقلب بقى لحد لما الصوص شويه بشويه هيتقل زي ما بنعمل بشاميل عادي خالص. يعني هنفضل نقلب كده هنلاقي البشاميل ابتدى يتقل. هنزود عادي لبن، بس لما هنزود الاول كوبايه الميه بتاعه سلق المكرونه اللي احنا كنا عينينها هحطها وهقلب. بعد كده بقى هنحس ان الصوص تقيل هنخففه بلبن عادي. هننزل بجبن اللي متوفره عندنا. المكرونه دي بتحب جبن كتير جدا، جبنه كريمي، رومي، شيدر، موتزاريلا، اي جبن عندكم يعني موجوده متاحه من الجبن اللي هي بتسيح دي هنحطها عليها، بتدي طعم حلو جدا جدا.
بعد كده هنحط شويه زعتر لو انتوا بتحبوا طعمه، بس الزعتر اللي هو البودر قوي، يعني هو لو لسه مش بودر قوي هنطحنه بايدينا كده، يعني يعني هنعمله بايدينا كده هيقوم نازل يبقى بودر. انا مش عايزاه يظهر ولا يعمل لون غامق ولا حاجه، انا عايزاه بس يدي طعم حلو قوي قوي. هنفضل نقلب كده لحد لما المكرونه لما يعني البشاميل خلاص خلص هنقفل عليه. وبعد كده بقى هنجيب المكرونه نحطها وننزل عليها بالفراخ. انا هحط كل كميه المكرونه على كل كميه الفراخ وهنقلبهم مع بعض. طبعا تقليب المكرونه الاسباجيتي بيكون صعب شويه، بس بالراحه من غير ما تعجن، احنا مش سالقينها على الاخر، يعني مش موصلين لها سويه كامل عشان ما تتهريش ولا تتعجن معانا. وبعد كده هننزل هنقلبهم مع بعض الفراخ والمكرونه، وننزل بنص البشاميل، نص البشاميل اللي احنا عملناه هننزل بيه. وبرضه هنقلب شويه بشويه، انتوا ممكن تتمكنوا اكتر تقلبوا بشوكه، اللي هي الشوكه اللي بتكون كبيره دي، هي تقلب الاسباجيتي اكتر احسن يعني من المعلقه كمان. هنفضل نقلب بقى كتير كتير كده خالص لحد لما هنحس ان كل حاجه اندمجت مع بعض. وبعد كده هجيب الطاجن او الصينيه اللي انا هعمل فيها، وهنزل بكل كميه المكرونه بالفراخ بالبشاميل اللي احنا عملناها دي، وهنفردها بقى في الصينيه. طبعا دلوقتي انا هسخن الفرن على اعلى درجه حراره، ده لو انا هعملها النهارده. المكرونه اللي بالفراخ او البشاميل عموما بتبقى حلوه قوي قوي لو جهزناها وحطيناها في الفريزر مثلا وسويناها اي يوم. ممكن نغطيها مثلا بستريتش او بكيس او باي حاجه عشان وشها ما تعملش وش ولا حاجه، وممكن نحطها في التلاجة او في الفريزر كام يوم بتتقبل انها تقعد عادي. انا هظبط الصينيه وبعد كده هنزل بباقي البشاميل اللي انا سايباه، هنزله كله. وبعد كده بقى هنظبط الصينيه. في الوقت ده بقى ممكن نحطها في التلاجة ونسويها تاني يوم، ممكن نحطها اصلا في الفريزر بتقعد كتير، وحتى لو في التلاجة ممكن تقعد كام يوم برضو، بيبقى طعمها من الحاجات اللي ممكن تتجهز وبيبقى طعمها حلو جدا. لو انا هسويها على طول هسخن الفرن على اعلى درجه حراره، هي كل حاجه تقريبا استوت. يعني انا عايزاها بس تاخد لون من تحت ومن فوق، مش عايزاها تقعد في الفرن كتير عشان ما تنشفش ومش هتبقى حلوه في الاخر. هدخلها الفرن شويه الاول، وبعد كده لما هتمسك نفسها واحس انها نشفت شويه كده هقوم مخرجاها واحط على الوش شويه موتزاريلا. ممكن بقى تزودوا اي حاجه على الوش كمان، زعتر او حاجه لو انتوا حابين. انا حطيت الموتزاريلا ودخلتها الفرن، يعني تقريبا هي كل وقت سويها كله مش هياخد تلت ساعه لان هي اصلا مستويه. بمجرد ما هتاخد يعني لون من فوق هقفل عليها وهخرجها. عايزه اقول لكم بقى ان هي ريحتها طعمها رهيب. ممكن تزودوا، طبعا انا ما قلتلكوش تقريبا، ممكن تزودوا خضار عليها. انا بعملها اصلا دايما بخضار وزيتون، اللي هو فلفل وطماطم وزيتون، بتبقى حلوه جدا. ممكن تزودوا عليها مشروم او سوسيس، اي حاجه هي بتتقبلها. انا عملتها المره دي بالفراخ والبشاميل بس من غير حاجه، طعمها حلو جدا جدا. سهله خالص. ممكن تزودوا وتنقصوا اي حاجه زي ما انتوا عايزين، جربوها وقولوا رايكم فيها ايه. ازاي؟ اول حاجه انا جبت البطاطس. انا عامله صينيه مسقعه مش كبيره، عامله جايبه بطاطسايه كبيره وبتنجانيه كبيره، الاتنين هقشرهم، يعني هغسلهم كويس وبعدين هقشرهم. وانا هوريكم دلوقتي احنا هنقطعهم او هنقطع السمك بتاعهم ازاي. زي ما انتم عارفين احنا نقدر نقليهم في الزيت، او الطريقه الاساسيه بتاعتها ان احنا بنقطع البتنجان والبطاطس الاتنين وبنقليهم في الزيت عشان يعني علشان ما بتاخدش وقت اكتر، يعني الفرن بياخد وقت زياده شويه، وفي نفس الوقت طبعا الطعم بيبقى رهيب. بس انا مش فارق معايا كده خالص، لان الحاجه اللي بيتضاف لها لحم او عصاج وبشاميل مش بتبان خالص بعد ما تستوي. يعني هي مقليه في الفرن ولا في الاير فراير ولا في الزيت ولا ايه، لا خالص والله مش هتبان، بالعكس هيبقى طعمها حلو وهتبقى خفيفه جدا. في شويه دهون كده كتير بتبقى طالعه من الجوانب انتوا مش هتشوفوها. انا قطعت البتنجان شويه مش رفيع قوي، لان انا لما بدخله الفرن بيتهرى بسرعه. كمان البطاطس يعني قطعتها مش لا تخينه ولا رفيعه. هنقطعهم الاتنين بنفس الشكل ده كده، مش هنحتاج بقى ان احنا ننقع البتنجان لا في ملح ولا في دقيق ولا حاجه، لان انا مش هقليه في الزيت. انا هجيب صينيه الفرن واحط فيها شويه زيت. شويه الزيت دول طبعا قليلين جدا جدا، شبه مش موجودين بالنسبه للزيت الكتير اللي كان البتنجان بالذات هيشربه عن البطاطس والبطاطس كمان. هنحطهم الاتنين في الفرن جنب بعض في صينيه كبيره كده. وبعد كده يعني هنحط تحتهم زيت، وهنحط فوقهم برده شويه زيت صغيرين خالص، ولا هنحط ملح ولا هنحط دقيق ولا اي حاجه خالص. ندخلهم الفرن على درجه حراره عاليه، بس هناخد بالنا ان احنا بعد شويه هنقلبهم بالمره بقى. واحنا واقفين كده هنجهز البصل بتاع العصاج. انا بحب احط في العصاج مؤخرا يعني اي كميه خضار، يعني خضار كتير بتديها طعم حلو جدا، بتديها قيمه غذائيه كتير. في وقت احنا ما عندناش بناخد فيه خضار كتير، فانا هحط بصل، احط جزر، احط فلفل، ممكن احط توم كمان وطماطم، بس انا كده كده هرجع احط صلصه في الاخر. هنفرمهم كويس على قد ما هنحط الجزر والفلفل، او انتوا هتكونوا مستغربين بالعكس بيدي للعصاج طعم رهيب. سواء عملنا بشاميل ايا كان البشاميل، مكرونه ولا بطاطس ولا بتنجان ولا قرنبيط، سواء عملنا لازانيا اي حاجه، فعلا الخضار الكتير في البشاميل بيديله طعم، في العصاج قصدي بيديله طعم حلو جدا جدا. هنفرمهم كده كويس خالص لحد لما هيبقى الخضار كله مفروم على الاخر يعني. هاجي بقى احط طاسه على النار تسخن. اول ما هتسخن قوي انا هنزل بيها بلحمه مفرومه. انتوا شايفين الكميه مش كتيره، هي تقريبا اقل من نص كيلو، يعني ممكن تكون 400 جرام، لان الصينيه زي ما انا قلت لكم انها صغيره.
انا هنزل باللحمه على طول لوحدها من غير دهون ولا اي حاجه، لان انا هكتفي بالدهون اللي فيها. يعني هي كده كده اللحمه المفرومه بيبقى مضاف لها شويه دهون. مش هقلبها غير لما احس ان لونها اتغير زي ما انتم شايفين كده. هفضل بقى يعني افرط فيها كده، لان هي لما بتسخن اللحمه بتمسك في بعضها شويه، فانا هحاول ان انا زي هرسها كده او افرط فيها لحد لما كلها تاخد لون. مجرد ما هتاخد لون بالشكل ده كده احط بقى عليها شويه التوابل، الملح والفلفل. السبع بهارات دي اختياري خالص، ممكن نشيلها ونحط قرفه، او ممكن نكتفي بالملح والفلفل بس. مش بنحب نحط توابل كتير خالص في اللحمه. احنا هنعوض ده بان احنا نحط خضار كتير يدي طعم حلو جدا، انما التوابل مش بتدي طعم حلو للحمه خالص. يعني ممكن مع الفراخ، انما اللحمه لا. اول ما هنقلب اللحمه كويس مع التوابل شويه، هننزل بقى بالخضار اللي احنا فرمناه دلوقتي، اللي هو الفلفل والجزر والبصل. ممكن الفلفل يكون سبايسي، اللي هو الفلفل اللي هو السبايسي ده، علشان لو انتوا يعني حابينها تكون مش يعني حاميه شويه او سبايسي شويه، احنا هنحط الفلفل مش هيكون رومي، انا حاطه فلفل رومي طبعا. بعد كده بقى هنقلب لحد لما نحس ان الخضار اندمج مع اللحمه. هنروح نازلين بمعلقتين صلصه من الجاهزه، او طماطم معصوره زي ما انتوا عايزين. هي كده كده احنا هنسيب اصلا اللحمه تستوي على نار هاديه في جنب يعني شويه لحد لما هتاخد سويها الكامل، على ما احنا نجهز البشاميل. هنزل بقى بشويه ميه صغيرين على اللحمه عشان انا عايزاها يعني تستوي كويس خالص. هنقلب بقى لحد لما نحس ان الطماطم، ان الصلصه اندمجت مع اللحمه والخضار ومع الميه. وبعد كده بقى هنتاكد ان الخضار اللي في الفرن مش هننساه طبعا هيعوز ان هو يتقلب، لان هو كده خلاص يعني استوى من تحت. طبعا هو مش هياخد اللون الحلو بتاع الزيت، بس صدقوني والله لما هتكون الحاجه بشاميل يعني مش هتبقى باينه خالص هو مقلي في الزيت ولا مش مقلي ولا اي. لا، كل اللي احنا هنبقى ملاحظينه شويه الدهون الكتير اللي طالعين لنا كده في الصينيه من الجناب. هحطها على اللحمه على نار هاديه، وهعمل بقى البشاميل. صوص البشاميل ده مختلف شويه، انا حطيت بس معلقه زيت، حبه زيت صغيرين جدا جدا. انتوا شايفين اصلا معلقه الدقيق اكتر من الزيت اللي انا حطاه. يعني الزيت يعني هي كانت المفروض ان انا ازود زيت عن كده، بس انا حاولت اقلل دهونها او ان انا اخليها صحيه على قد ما هقدر. هسيب بقى الدقيق لحد لما هيعمل زي فقاعات كده، او هيستوي او هيتحمر يعني. وبعد كده بقى هجيب يعني حاجه اقلب بيها وهسيبه برده زي ما هو على النار كده لحد لما اشوف الفقاعات بتاعته طالعه، يعني هو استوى. هبقى مجهزه بقى جنبي كوبايه لبن، وبمجرد ما هيحس ان هو استوى هقوم رايحه نازله بكوبايه اللبن دي، وهقلب بقى. مش هسيب ايدي خالص من التقليب عشان ما يكلكعش. هنفترض ان هو كلكع، هنضربه بالهاند بلندر هيفك على طول. هنزل بقى بشويه جبنه موتزاريلا، يعني زي ما انتوا عايزين، لو عايزين تضيفوها يعني، بس طبعا بتدي طعم فظيع. المرقه الفوريه والبابريكا المدخنه الاتنين بيدوا طعم رهيب مع الجبنه للبشاميل. احنا عايزين نعمل بشاميل مختلف شويه يعني يخلي طعم المسقعه نفسه حلو قوي. فالخلطه دي ملح وفلفل ومرقه فوريه، بس طبعا مش هنزود الملح عشان المرقه اصلا حادقه. وفي الاخر دي بابريكا مدخنه مع شويه الجبنه الموتزاريلا. لو حابين تحطوا بقى جبنه كريمي زودوا، لو حابين تحطوا جبنه رومي مثلا زودوا، او شيدر زي ما انتوا عايزين. هو ده القوام بتاع البشاميل اللي انا عايزاه. هاجي بقى اجهز الصينيه بتاعتي. هحط الاول طبقه من البطاطس زي ما احنا متعودين تقريبا يعني نعمل المسقعه. هنحط بطاطس وبعد كده بقى هنحط فوقيها البتنجان، بس هنظبط طبقه البطاطس كلها الاول. هي طبعا البطاطس مستويه جدا، هي مش اخده لون تحمير، بس هي يعني مستويه على الاخر. البتنجان بقى باين طبعا ان هو مستوي خالص، بس يعني على قد ما هو برده مش واخد اللون الحلو، بس هو مستوي. والبطاطس مستويه، وهما الاثنين انا يعني ضايقاهم، متاكده ان هما مستويين الاثنين على قد اللون. بقى هو كل ده هيتدرع عادي. بعد ما هحط الطبقتين دول هنزل عليهم بقى بكميه لحمه زي ما انتوا عايزين. يعني عايزين تزودوا اللحمه زودوها، عايزين تقللوها قللوها. لا، انا حبيت ازود اللحمه علشان اخلي القيمه الغذائيه بتاعه الوجبه كلها عاليه جدا، ودهونها في نفس الوقت تكون قليله، وبرده يكون طعمها حلو. هحط بقى العصاج على قد الكميه زي ما انا قلت لكم اللي انتوا عايزينها، وهظبط بقى العصاج كويس في الصينيه كده هسويه. وبعد كده علشان هنزل اخر حاجه فيها، هنزل بالبشاميل بقى اللي انا عملته. انا عايزه القوام بتاع البشاميل ما يكونش تقيل، انا بحبه خفيف كده علشان يعني يبقى كريمي كده شويه، ما يبقاش تقيل قوي ويبقى مكلكع بعد ما يستوى ويبرد. هظبط بقى البشاميل برده، وهحرك الصينيه كده عشان ياخد نفس الحجم بتاعه في كل الاتجاهات بتاعه الصينيه. وبعد كده ممكن اختياري نزود على الوش شويه جبنه موتزاريلا لو مش عايزين نزود. هو اصلا البشاميل مليان وطعمه كله اصلا جبن. هحط كده زي ما انتوا عايزين، ممكن كمان ترشوا على وشها زعتر لو انتوا حابين، بس عامه هي الجبنه كفايه خالص. انا هسخن الفرن على اعلى درجه حراره من فوق ومن تحت، عشان هي كل حاجه مستويه. انا عايزاها بس الجبنه تسيح كده وتاخد لون زي ما انتوا شايفين كده. هي اخدت لون حلو واتحمرت من تحت ومن فوق وكده زي الفل قوي. طبعا هي دلوقتي نار خارجه حالا من الفرن، يعني المفروض انها تبقى مهريه بقى ومكسره، بس عادي لو انتوا عايزينها تتقطع خرط هتستنوا عليها شويه صغيرين، مثلا نص ساعه لحد لما تمسك نفسها هتلاقيها تطلع خرط. بس انا بحب اكل اي حاجه فيها
بشاميل بالشكل ده كده بتبقى حلوه جدا. عايزه اقول لكم ان ريحتها رهيبه، ريحه اللحمه فيها ملهاش حل، تحفه جدا. المسقعه البتنجان نفسه حلو خالص، البطاطس حلوه، كلها على بعضها حلوه. عايزه اقول لكم بقى البشاميل واخدها في اتجاه تاني خالص، طعمها حلو جدا جدا، خفيفه وصحيه، طعمها جميل جدا. جربوها وقولوا رايكم فيها ايه. كده هنجيب فرخه، يعني عشان نتبل الفرخه الاول. هو انا هتبلها وهشويها على طول، مش هتبلها واحطها في التلاجة، يعني انا بادئه اعمل الاكل وهسويه كله مره واحده على طول. اول حاجه انا جبت فرخه طبعا غسلتها كويس جدا جدا، ضروري نغسلها وننقعها كمان، ننضفها كويس، نشيل اي زوايد منها. وبعد كده انا من عندي سلسله الظهر من ورا هقصها بالمقص كده، افتحها. ممكن تعملوها 4 قطع، يعني نقطعها 4 او نسيبها زي ما هي كده، ونحاول نكسر شويه العظم بتاعها علشان تبقى سهله في التتبيل. التتبيله بتاعتها، التتبيله دي سريعه جدا، يعني انت لما نحب احنا نتبل فرخه او نعمل فرخه ونسويها على طول، اجيب معلقتين صلصه طماطم واجيب كوبايه زبادي. وكل ما تكون الزبادي كتير كل ما تبقى حلوه. ممكن نحط شويه هوت صوص لو احنا حابينها تكون مش سبايسي، عادي خالص. نحط كمان صويا صوص، وفي كمان فصين توم كمان. التوم بيديها طعم حلو جدا، خصوصا ان احنا هنسويها على طول فبيديها نكهه قويه قوي. كمان هنعمل عصير ليمونه، ليمونه كبيره او مثلا ليمونتين كمان، كل ما هنزود الليمون والخل فيها هتكون حلوه جدا. كمان التوابل بتاعتها بقى هتكون ملح وفلفل وبابريكا مدخنه. البابريكا بتدي لون حلو، والبابريكا المدخنه بتدي طعم حلو جدا. كمان توابل فراخ، ولو مش متوفره يبقى كاري. هنحط بقى شويه زيت، وطبعا زي ما قلت لكم في الاخر شويه خل. الخل بيديها طعم فظيع الفراخ المشويه عموما. هنقلب التتبيله دي كويس كده مع بعض لحد لما هتندمج كلها مع بعض. لو انتوا حابين تزودوا اي نكهه توابل، يعني مثلا مستردة، صوص باربيكيو، اي حاجه انتوا حابين تزودوها عليها زودوها. هي اصلا التتبيله دي قويه جدا، وهتتبل الفرخه وتسويها وتديها طعم على طول. انا هجيب الفرخه بقى بتاعتي، هحاول اشرحها بالسكينه، يعني من عند الصدر كده نشرح شرايح الصدر نفسه او اللحم نفسه، علشان ندخل التتبيله فيها، علشان على قد ما نقدر كده انها تبقى يعني اخده طعم كويس، علشان انا هشويها على طول زي ما قلت لكم، مش هتبلها ولا حتى ساعه. هفتحها كده يعني على قد ما اقدر. وبعد كده بقى هجيب التتبيله، هحاول ادخل التتبيله في كل فتحه انا فتحتها تحت الجلد مثلا، بين العظم والجلد، بين اللحم والجلد. عارفين بقى انتوا، يعني هتحاولوا كده تخلوا الفرخه كلها واصل لها تتبيله، وخصوصا الفتحات اللي احنا عاملينها. بعد كده انا هجيب صينيه واحط عليها ورقه زبده، وتحت ورقه الزبده هرش رشه زيت صغيره عشان ورقه الزبده تثبت. وبعد كده هحط الفرخه، ولو حسيت ان في اي يعني مكان فيها مش واصل له تتبيله، بعد ما احطها في الصينيه هروح انا متبلها بزياده او هزود تتبيله عليها. بعد كده ادخلها فرن سخن على درجه حراره 200 من تحت ومن فوق، او 200 من تحت، وفي الاخر نفتح لها الشوايه. وبعد كده بقى هنجهز المكرونه. انا دخلتها خلاص الفرن، هبتدي بقى اجهز العصاج بتاع المكرونه. انا متعوده ان انا اعمل العصاج بشويه خضار بيديله طعم حلو قوي، يعني مثلا بصل وجزر، فلفل، ولو متاح عندنا فلفل الوان كمان هنحطه، يعني انا هزوده دلوقتي، بس هو الكبه بتاعتي مش واخده كله. فانا هضرب الخضار ده كده شويه، وبعد كده يعني هفتح عليها وازود عليها بقى الفلفل الاحمر والاصفر، ده لو متاح عندنا. لو مش موجود عادي خالص مش مشكله. بس عامه الحاجات دي بتدي قيمه غذائيه للعصاج، يعني بتدي له قيمه غذائيه حلوه، بتدي له طعم كمان وتسكيره كده. يعني الفلفل الالوان والجزر بيخلوا العصاج يكون مسكر شويه، او بيدي له طعم حلو، غير ان الخضار الكتير فيه بيبقى طعمه حلو جدا جدا. هنضرب بقى الخلطه دي، وبعد كده هنروح على النار، هنسخن طاسه، الطاسه تكون سخنه جدا من غير اي دهون. هننزل بيها بنص كيلو لحمه مفرومه. هي اللحمه المفرومه فيها دهون، فهي هتسوي نفسها، يعني مش محتاج ان انا ازود عليها لا سمنه ولا زيت ولا حاجه، هي هتنزل الدهون بتاعتها، وانا مش هزود عليها اي حاجه خالص غير لما هي يتغير لونها. بمجرد ما يتغير لونها بالشكل ده كده، او تاخد تحميره بسيطه، هنزل بقى انا بالخضار والتوابل عادي. هفضل اقلب فيها كده لحد لما توصل للون ده كده. هحط عليها ملح وفلفل والسبع بهارات او توابل لحمه، يعني المتاح عندنا. مش عايزين ملح وفلفل كفايه جدا، او ملح وفلفل وقرفه مثلا. ما تزودوش اي توابل على اللحمه خالص، سواء لحمه قطع، سواء عصاق، سواء شاورما، ما بتحطش عليها توابل كتير. بمجرد ما هنقلب التوابل كده دقيقتين مع اللحمه، هنروح نازلين بقى بالخضار اللي احنا ضربناه دلوقتي. ممكن نبقى يعني بشرينه، نبشره وننزل حاجه حاجه كده، بس عادي الخطوه دي اسرع شويه، ان احنا نضربه كله مع بعضه ونقوم منزلينه على اللحمه، ونفضل نقلب لحد لما يندمج كل الخضار مع اللحمه. هروح نازله بقى بمعلقتين صلصه طماطم، سواء انت مسبكاها في البيت او من الجاهزه، وهنقلب بقى. وبعد كده لما هنحس ان الطماطم اندمجت خالص مع اللحمه، هنهدي عليها ونغطي ونحطها على عين صغيره لحد لما اللحمه تستوي تماما يعني. هاجي بقى احط حله على النار فيها ميه عشان نسلق المكرونه، وعشان نعمل التوميه هجيب كوبايه ميه
وهحط عليها معلقتين نشا، يعني لكل كوبايه ميه معلقتين نشا. ممكن الميه دي تبقى لبن عادي، بتبقى طعمها حلو برضو. هنقلب كده على الهادي وعلى النار على الهادي لحد لما نوصل للقوام ده. هنسيبها على جنب بقى تبرد براحتها خالص، وهنعملها اخر حاجه. بعد كده هحط على ميه سلق المكرونه معلقتين ملح، وبعد كده هنزل بالمكرونه، وهسيب المكرونه لحد لما هتستوي سويه كامل على الاخر، يعني مستويه على الاخر لحد ما توصل للقوام ده كده. مش زي ما بنطلعها للمكرونه اللي بصلصه، لا انا عايزاها تكون مستويه على الاخر. بعد كده هصفي المكرونه واسيبها على جنب، وهاجي اعمل بقى البشاميل بتاع المكرونه. هحط 3 معالق سمنه وهنزل عليهم ب3 معالق دقيق. حطيت 4 معالق سمنه او زيت، هحط عليهم 4 معالق دقيق. كل معلقه دهون لها معلقه دقيق. وبعد كده هنقلب بقى الدقيق مع السمنه او الزيت زي ما انتوا عايزين تحطوا، او الزبده مثلا، لحد لما يطلع فقاعات كده، يبقى خلاص، يبقى هو الدقيق استوى عشان يعمل طعم حلو. هنزل برضو ب3 كوبايات لبن، وهبقى حاطه جنبي شويه لبن برضو، علشان انا مش بحب البشاميل يكون تقيل، او عشان تكون جوسي شويه او كريمي كده. البشاميل المفروض ما يبقاش تقيل. فانا هنزل ب3 كوبايات لبن، وهسيب كوبايه جنبي احتياطي وممكن احتاج لها. وبعد كده البشاميل بحط عليه ملح وفلفل ومرقه فوريه. المرقه الفوريه اللي انا حطيتها المره دي مرقه خضار، بتدي طعم حلو جدا. انا جايباها جاهزه كده، ممكن تحطوا المرقه اللي هي بتاعه الفراخ او اللحمه زي ما انتوا عايزين. هنقلب بقى كل الخليط ده كده مع بعضه، ومش هسيب ايدي من التقليب طول ما البشاميل على النار عشان ما يكلكعش. هنفترض ان هو كلكع بالهاند بلندر وهنضربه هيفك على طول، بس احنا لو فضلنا نقلب فيه طول ما هو على النار كده مش هيكلكع ولا اي حاجه خالص، لحد ما هوصل للقوام ده كده وهيغلي ويكون مش تقيل. خلاص تمام، يبقى كده زي الفل. لو تقل هحط عليه شويه لبن واقلب، ولحد ما نوصل بالقوام يكون خفيف كده. انا المكرونه بتاعتي سلقاها على الاخر، يعني هي مش معجنه ولا حاجه، بس هي مسلوقه قوي عشان هي كل حاجه مستويه. هنزل بالمكرونه، وبعد كده هنزل عليها بثلاث او 4 كبشات من البشاميل. الخطوه اللي انا بعملها دي بتدي طعم حلو جدا للمكرونه، وهتحسوا ان كل قطمه مكرونه انتوا بتاكلوها بيكون فيها بشاميل وعصاق كمان، مش مكرونه بقى تحت وفوق والحاجات دي في النص، لا خالص. هنقلب بقى شويه البشاميل دول لحد ما نوصل للقوام ده اللي هو يعتبر فيها بشاميل. هنيجي ناكلها نحس ان هي مكرونه وبشاميل مع بعض، مش بشاميل قليل، لا هنزود شويه في الخطوه دي كمان عشان نعمل طعم حلو. هنجيب معلقتين من العصاج اللي احنا عملناه، وهنقلبه هو كمان مع المكرونه. دي خطوه اختياريه بتدي طعم كمان يعني حلو قوي للمكرونه، عشان نحس بكل قطمه مكرونه هي بشاميل اصلا، يعني مكرونه بشاميل بالعصاج. هنقلب كويس، وبعد كده بقى نظبط الصينيه، يعني هنظبط المكرونه كده ونضغطها لحد لما تبقى كلها مستويه. وبعد كده بقى هنزل بكميه العصاج كلها او الكميه اللي انتوا حابينها. في ناس بتحب عصاج كتير قليل زي ما انتوا عايزين. انا عموما الصينيه حطيت فيها نص كيلو اللحمه كله اللي انا عاملاه. هنزل بقى بكميه اللحمه كلها وهظبطها على الصينيه كلها بالظبط كده. هفضل بقى انزل بيها وافردها، وطول ما انا يعني بنزل هضغط عليها وافردها واظبط الصينيه علشان المكرونه تبقى نازله كلها، يعني مظبطه كلها في الصينيه. هنزل بقى بالعصاك كده واظبطه بالمعلقه. وبعد كده بقى يعني اختياري هنحط شويه جبنه موتزاريلا على يعني فوق اللحمه. انا بقيت بحب احطها عن ما احطها على الوش، يعني احطها دلوقتي عشان ما تاخدش لون وتتحرق على الوش وما تبقاش شكلها حلو. فانا احطها من جوه عشان تفضل سايحه وطريه وحلوه من جوه اكتر من احطها على الوش كمان. تقدروا تستغنوا عن الخطوه دي وما تحطوهاش، بس طبعا هي بتفرق في الطعم جدا. عايزين تحطوا جبنه شيدر كمان ممكن تزودوا جبنه شيدر. عموما الجبنه اللي تحطوها حطوها على اللحمه مش على البشاميل. انا مش بحط طبقه مكرونه فوق خالص، انا بحط البشاميل يعني المكرونه واللحمه وفوق البشاميل على طول. ما بزودش طبقه مكرونه فوق وطبقه تحت، لان بتبقى كلها مكرونه. انا خلاص حطيت المكرونه تحت واللحمه والجبنه، وبعدين على وش بقى طبقه البشاميل الباقيه، اللي هو كميه البشاميل الباقيه كلها يعني. وهنزلها بقى كلها بنفس الطريقه دي، وقوام البشاميل يكون كده عشان ما يبقاش تخين او تقيل لما تستوي. لان هو يعني لو هو القوام بتاعه تقيل هتبقى تقيله جدا، وهتبقى يعني مش جوسي قوي وطريه بالشكل اللي انتوا بتحبوه، او عموما اللي احنا بنحبه. هنظبط الصينيه كده كويس، وبعد كده هنروح مدخلينها الفرن على اعلى درجه حراره من تحت ومن فوق، تاخد لون. بس اصلا كل حاجه مستويه، وانا مش حابه احط جبنه فوق علشان ما تاخدش لون وتتحرق قبل ما تكون اخدت وقتها في الفرن. بعد كده الفراخ خرجت من الفرن بعد ما قعدت تقريبا ساعة وربع. هحرق لها فحماية لو انتوا حابين تاخدوا ريحة الفحم، وبعد كده هسيبها على جنب، وهعمل بقى التومية. طبعا الخليط بتاع النشا والمية يعني برد خالص خالص زي ما انتوا شايفينه كده. هنزل بيه بالهاند بلندر او في كبه او في اي حاجه. وبعد كده احط عليه ملح وفلفل، يعني حبه ملح صغيرين وحبه فلفل صغيرين. وبعد كده بقى هنزل يعني بشويه خل صغيرين كمان، وكمان فصين توم وكوبايه زبادي. لما هحط القوام ده كوبايه زبادي كبيره يعني من اللي انا ببقى عاملاها في البيت. بعد ما يعني بعد ما هعمل الخليط ده كله، هضربه الاول لحد لما يندمج كله مع بعضه. طبعا احنا عارفين ان الخليط هيكون كده تقيل، احنا لسه هنزود يعني في الاخر لبن
يعني نظبط بيه القوام. بس عموما انا عايزه اخلط الحاجات دي مع بعض، المكونات دي مع بعض. هضربها كويس جدا بالمحضرات الطعام او الكبه لحد ما هنوصل للقوام التقيل ده. هروح نازله بشويه لبن، يعني بالتقريب كده لحد ما احس ان هو هتظبط القوام بتاعها، وشويه زيت. الضربه بعد كده هيبقى مختلف خالص، هتبقى ضربه ونقفل ضربه ونقفل عشان القوام يبقى كريمي، علشان الزيت يا اما كده يا اما ننزل بسرسوب صغير كده في خلاط عشان القوام يبقى زي ما انتوا شايفينه كده. هي التوميه كده انا ضربتها خلاص، وصلت بيها القوام ده. اول ما هنسيبها تبرد هتتقل سنه صغيره، اللي هو القوام اللي احنا متعودين عليه للتوميه. المكرونه خرجت من الفرن، انا عايزاها تبقى واخده وش طبيعي من غير ما ابقى حاطه بيض ولا جبنه ولا اي حاجه من فوق. انا حاطه الجبنه جوه عشان تسيح وتمط اكتر وتدي طعم للمكرونه. بعد كده بقى الفراخ هي خلاص اخدت الريحه بتاعه الفحم. هنقطع شويه بقى يعني اي خضار، كزبره، شبت، بقدونس، زي ما انتوا عايزين، وهنحط الفراخ عليه. عايزه اقول لكم ان الاكله كلها تحفه، حلوه جدا جدا، اكله مصريه مصريه قوي. بكل يعني عملناها بكل تفاصيلها. المكرونه انا يا دوب هي خارجه من الفرن دلوقتي، يعني انا ما سبتهاش. لو احنا سبناها تهدى شويه او تبرد هتتقطع خرط زي ما احنا بنشوف. انما طبعا هي كده بتبقى طعمها احلى كتير، اللي هي يعني دايبه وجوسي وطريه جدا جدا، طعمها حلو قوي قوي، كلها من فوق لتحت طعمها بشاميل على عصاج على جبنه، كلها طعمها لذيذ جدا جدا. طريقتها سهله وبسيطه خالص خالص. كمان الفراخ عايزه اقول لكم انها مستويه، طعم التتبيله فيها قوي قوي، لان هي يعني تتبيلتها اصلا قويه بالخل والليمون والتوابل اللي احنا حاطينها فيها من غير ما تتبل ولا تبات في التتبيله. كمان التوميه حلوه قوي وقوامها كريمي. جربوا الاكله كلها وقولوا رايكم فيها ايه. الوصفه دي من اكتر الوصفات اللي بتجمع بين الطعم البيتي وبين لمسه المطاعم. البطاطس نفسها ناعمه وكريمي، على الرغم انها من غير كريمه ولا اي اضافات رهيبه، وهنعرف دلوقتي ازاي. كمان الحشوات لحمه معصجه، وكمان قطع فراخ زي الشاورما تقريبا، عشان نرضي جميع الاطراف. كل واحد بيحب حاجه هياكلها. بتغطيهم بقى طبقه بشاميل كريمي وجبنه سايحه بتدوب في البق. وهنعرف التفاصيل كلها دلوقتي. اول حاجه انا جبت بطاطس تقريبا كيلو بطاطس، او حسب ما انتوا هتعملوا الصينيه بتاعتكم. هغسل البطاطس وهقشرها. اي نوع بطاطس مش بتفرق فيها، اي نوع بطاطس هنجيبها عادي وهنقشرها. وبعد كده بقى هنقطعها لقطع، قطع عشوائيه. انا اصلا عايزه اسلقها، فانتوا عارفين هتقطعوها اي مكعبات باي شكل عادي. وانا بحب اسيب البطاطس المسلوقه عشان اجي اهرسها تتهرس كويس، فبحب اسيبها تتسلق براحتها خالص. ده بيسهل عليا ان انا اهرسها كويس يعني. فانا قطعتها تقريبا قطع مش كبيره قوي، قطع عشوائيه كده تقريبا. وبعد كده يعني ويفضل تكون كلها قد بعض، عشان لما نيجي نسلقها تاخد كلها نفس السويه في نفس الوقت. حطيت حله على النار، ولما الميه غلت نزلت فيها معلقه ملح، معلقتين طبعا على قد كميه البطاطس بتاعتنا. وما نكترش الملح في الاول، عشان البطاطس من الحاجات اللي بتمتص الملح بسرعه قوي. يعني اي نوع بطاطس احنا بنعمله مش بنزود الملح في الاول، وبعد كده هندوقه، ولما نيجي نهرسها هنزود الملح بتاعها عادي. انا احط كميه البطاطس بتاعتي وهسيبها لحد لما تتسلق سلق كامل. بعد كده بقى انا جبت صدر فراخ واحد بس. انتوا عارفين انا هعمل صينيه نصها حشوه فراخ ونصها حشوه لحم. جبت صدر فراخ واحد بس، وقطعته قطع عشوائيه كده تقريبا قد قطع الشاورما اللي احنا بنعملها في البيت. حابين تعملوها اصغر اعملوها، حابين تعملوها اكبر عادي. هي هتختلف بس في وقت السويه، لو كبيره هتاخد وقت سويه اكبر. انا قطعت الصدر كله تقريبا قطع قد بعض. بعد كده هحط الطاسه على النار تكون سخنه، وهنزل بيها عليها يعني معلقه سمنه، معلقه زيت، معلقه زبده زي ما انتوا عايزين. بس انا عايزه اعمل الوجبه دي نفسها كلها، عايزه اعملها شويه صحيه، فعملتها بمعلقه سمنه بلدي. هسيب الفراخ بقى لحد لما انا سبت طبعا السمنه لحد لما سخنت خالص، وبعد كده نزلت الفراخ فيها. مش هضيف اي حاجه على الفراخ خالص لحد لما كل الفراخ تاخد لون او تاخد صدمه كده. لما هلاقيها اخدت لون كلها هحط بقى ملح وفلفل وبابريكا، شويه توابل فراخ، اي توابل بسيطه كده خالص، ما نكترش في التوابل. انا بس حطيت التوابل الفراخ والبابريكا وملح وفلفل. حابين تزودوا اي حاجه زودوها عادي. انا هقلب في الفراخ كده شويه لحد لما هتقرب تستوي، ههدي عليها النار تكمل سويه خالص. هروح للبطاطس، هلاقي طبعا البطاطس اتسلقت. انا قلت لكم ان انا بحب اسلقها قوي علشان اجي اهرسها تروح مسلوقه بسرعه، يعني تتهرس بسرعه، ما تاخدش وقت معايا في الهرس. هشيلها كده من الميه بتاعتها كويس، هصفيها. وبعد كده بقى هروح هرساها. البطاطس علشان تكون حلوه، يعني تكون طعمها حلو، لازم نحط فيها سمنه بقى وزبده وحاجات كتير عشان تكون طريه وناعمه كده وكريمه، وممكن قشطه كمان طبعا بيبقى طعمها حلو. لا انا هعمل البطاطس دي بطريقه تكون طعمها حلو وفي نفس الوقت تكون خفيفه جدا. حطيت بس عليها، هرستها كويس، وحطيت عليها معلقتين سمنه مش كتير. المعلقتين دول بالنسبه لكميه البطاطس قليلين جدا جدا، والسمنه كمان بلدي عشان تكون صحيه شويه. حطيت عليها بقى التوابل بتاعتها، ملح وفلفل وكمون بس. انا
انا بحبها كده. حابين تزودوا اي نوع توابل زودوها، بس هي بتكون حلوه جدا بالملح والفلفل والكمون. هقلب بقى البطاطس، وبعد كده بقى الفكره اللي انا احطها فيها ان انا هزود كميه اللبن فيها. يعني انا هحط عليها مثلا، حطيت عليها تقريبا يعني زي كوبايه لبن، وبعدين احتاجت شويه لبن، بعد كده هزود كمان. انا عايزه البطاطس تكون كريمي قوي. عشان تكون كريمي قوي لازم يضاف لها قشطه، يضاف لها كريمه طبخ، يضاف لها حاجات تديها يعني تبقى تخليها كريمي كده وحلو. فاللبن ولبن خالي الدسم كمان انا زودت كميته شويه عشان تتهرس وتبقى طريه، بدل ما ازود انا فيها دهون فتبقى يعني تقيله قوي، فانا حبيت اعملها كده. هسيب بقى البطاطس هي اتسلقت خلاص واتهرست، هتبقى على جنب. وبعد كده هبتدي اجهز الخلطه بتاعه اللحمه. انا هعصج لحمه عشان نص الصينيه هيكون لحمه متعصجه. جبت بصلايه كبيره، وجبت فلفلايه حمراء وفلفلايه خضراء. حابين تحطوا طماطم حطوا، بس انا في الاخر هحط معلقه صلصه جاهزه يعني عشان تخلص على طول، ما استناش لسه تتسبك كمان. هفرمهم كويس جدا مع بعض، وبعد كده هجيب طاسه احطها على النار اسيبها تسخن. لما تسخن هنزل فيها بكميه اللحمه اللي عندي. انا تقريبا عملت نص كيلو لحمه، بس كان كتير على الصينيه، شلت منه شويه في الفريزر بعد ما استوى. هسيب اللحمه مع نفسها كده، هي فيها كميه دهون كويسه، فما حبيتش ان انا احط اصلا يعني فيها سمنه او زيت في الاول، فسبتها كده في الطاسه السخنه بس لحد لما هتاخد لون وتتفكك من بعضها كده. يعني ههرسها واقلبها بالراحه لحد لما نلاقي اللحمه كلها اتفككت من بعضها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه كده. بعد كده بقى هروح نازله عليها بملح وفلفل وشويه قرفه او توابل لحمه بسيطه قوي قوي، يعني انا حطيت نطره صغيره بس ده طعم حلو. وبعد كده هنزل بالخلطه بتاعه البصل والفلفل اللي انا فرمتها. الفلفل الاحمر بيدي للعصاق طعم حلو جدا، والفلفل الاخضر، وكمان ممكن كنت احط طماطم، بس انا قبل ما تستوي في الاخر خالص هروح نازله بمعلقه صلصه. هقلب بقى شويه كده اللحمه يعني كويس لحد لما كل حاجه تندمج مع بعض، وبعدين هروح بقى احطها على عين هاديه تستوي شويه، وهرجع للفراخ الاقيها استوت. هشيل بقى الفراخ جنب البطاطس على جنب لحد لما اللحمه تستوي هي كمان. هحطها على يعني على عين هاديه وهوطي عليها شويه، وبعدين بقى هاجي اعمل اخر خطوه فيها خالص البشاميل اللي هو البشاميل اللي بالجبن. يعني انا حطيت 3 معالق سمنه وزيهم 3 معالق دقيق، يعني تقريبا الدهون بتكون قد الدقيق بالظبط كده. هقلب بقى، هو اصلا يعني السمنه كانت سخنت فهو الدقيق هياخد لون على طول. هقلب فيه شويه كده واحط عليه بقى ملح وفلفل ومرقه فوريه وبابريكا مدخنه. يعني البشاميل اللي بيكون فيه جبن وبنحط فيه الخلطه دي بيبقى طعمه حلو جدا. مش هزود برده الملح طبعا عشان انا حاطه مرقه فوريه بيكون فيها ملح. هحط تقريبا 3 كوبايات لبن، وبعد كده بقى هقلب لحد شويه بشويه. لما البشاميل هيتقل هنزل بمعلقه كبيره مليانه جبنه كريمي او قشطه. انا حطيت جبنه كريمي اخف من القشطه شويه. هقلب بقى كويس خالص لحد شويه كده الاقي البشاميل اللي خلاص قرب يخلص. هروح نازله يعني بحبه كتير كده من الجبنه الموتزاريلا. حابين تزودوا عليها جبنه شيدر، جبنه رومي، زي ما انتوا عايزين. اي جبن عموما على البشاميل بتاع الصينيه دي بيبقى طعمها تحفه، بتبقى حلوه جدا. يعني اي جبن عندكم بتسيح انتوا ممكن تزودوها على البشاميل ده. اللحمه كده خلاص تقريبا يعني تقريبا قربت تستوي خلاص. هروح بقى نازله بمعلقه الصلصه اللي في الاخر دي وهقلبها، ويعني هقلبها تندمج كده مع بعضها دقيقه ولا دقيقتين، وهروح طافيه النار عليها. وكده تبقى خلاص كل حاجه اتجهزت. يا دوب بقى هجهز بقى الطاجن اول صينيه. في الوقت ده كده ممكن اعمل الصينيتين او طاجنين، بس انا حابه اعملها واحده بس، فحطيت كميه البطاطس كلها في طاجن كبير، وهعمل نصها فراخ ونصها لحمه مع بعض في نفس الصينيه. انتوا حابين تعملوها في يعني صينيتين او طاجنين غير بعض ممكن تعملوها عادي، يعني في 2 صغيرين. هنزل بقى بالبطاطس كلها، يعني هظبطها كده واحطها. وانتوا شايفين طبعا هي كريمي قوي ازاي، رغم ان انا مش محطوط فيها ولا قشطه ولا كريمه ولا اي حاجه خالص. هروح بقى نازله بالفراخ الاول، كميه صدر الفراخ كله يعني احطه كده على جنب، وبعدين هفرده وهظبطه فوق البطاطس. وبعد كده بقى اروح نازله ببقيه الصينيه باللحمه. نص كيلو اللحمه كان كتير على دي، يعني هي تقريبا يعني نص الصينيه دي كده يعني ربع كيلو لحمه تقريبا. لو احنا هنعملها يعني نصها فراخ ونصها لحمه، لو كنا عملناها كلها لحمه كانت هتاخد نص كيلو لحمه. هحط بقى اللحمه كده وهفردها وهظبطها في الصينيه جنب الفراخ مش فوقيها، يعني يبقى يعني زي الصينيه كده مقسومه نصين، نص هيكون لحمه ونص هيكون فراخ. هفردها واظبطها كده واملاها خالص واظبط الصينيه. وبعد كده اخر حاجه هحطها بقى طبقه البشاميل اللي انا عاملاها. انا مش بحب البشاميل يكون تقيل عن كده، يعني هو كان على النار اخف من كده. لما سبته شويه على ما ظبطت الصينيه وحطيت الطبقات بتاعتها هو تقيل شويه. انا مش بحب البشاميل يكون اتقل من كده، ومش بحط حشوه بطاطس فوق. وحتى لو بعمل مكرونه بشاميل مثلا مش بحط فوق الحشوه مكرونه تاني، لا انا بحط طبقه البطاطس او المكرونه تحت، فوقيها الحشوه وفوقيها البشاميل على طول. يعني انتوا لو زودتوا البطاطس هتبقى يعني كانكم بتاكلوا بطاطس بس. فانا بحب الطبقات تكون يعني غير بعض كده، ما بكررش طبقه تاني.
هظبط البشاميل كله في الصينيه، وبعد كده هحط على الوش جبنه موتزاريلا. وطبعا كل حاجه زي ما انتم عارفين مستويه، يعني هي دوب هتدخل الفرن على درجه حراره عاليه خالص من تحت ومن فوق، اعلى حاجه في الفرن. دخلتها بس تاخد لون من تحت ومن فوق، والجبنه تسيح بس. طبعا هي دخلت تقريبا قعدت 10 دقائق لربع ساعه بالكتير، مش هتاخد اكتر من كده، علشان طبعا كله مستوي، هو بس يا دوب الجبنه ساحت واخدت لون من فوق. عايزه اقول لكم ان هي طعمها رهيب. تقدروا تعملوها بلحمه بس لو انتوا بتحبوها، تقدروا تعملوها بفراخ بس لو انتوا بتحبوا الفراخ بس. انا عملتها بالاثنين عشان انا عندي جزء بياكل باللحمه وجزء بياكل بالفراخ، عشان يعني نرضي جميع الاطراف. طبعا هي حالا خارجه من الفرن فسايحه قوي ومكسره وكريمي. انتوا شايفين البشاميل رهيب، الطريقه دي حلوه جدا حتى لو هنعمل مكرونه. لما سبتها تبرد شويه اتقطعت خرط بقى عادي، يعني بعد ما اكلنا بقى خلاص وبردت اتقطع خرط عادي خالص. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه علشان توصلكم كل وصفات